فائز الموسم الماضي بجولة الدوحة الافتتاحية للدوري الماسي بدأ الآن يصعد نحو المقدمة، محاولة للهروب، محاولة للانقضاض على الصدارة وعلى المركز الأول. سفيان البقالي في المركز الخامس، بور المركز الثاني، كيبوت المركز الثالث، كيب كونوي في المركز الرابع. سفيان البقالي الآن بدأ يصعد نحو المقدمة. هل هناك من سرعة نهائية قوية لسفيان وسيف بطل المرشح للفوز بالمركز الأول؟ سفيان في المركز الرابع الآن، بيو يتباطأ، أصبح هيلاري بور سبقا للمركز الثالث الآن. 200 متر صراع بين أنكا وإثيوبيا على المركز الأول. من يفوز بهذا السباق؟ من يزف بطل أبطال جولة الدوحة؟ من يكون البطل؟ من يكون الرقم واحد هذا الموسم؟ إذن البطل بور الأمريكي يصل للمركز الأول. سفيان البقالي يقترب، سفيان في المركز الثاني. اللحظات الأخيرة، 100 متر الأخيرة، الخط المستقيم. سفيان البقالي البطل المغربي. برافو سفيان، برافو للمغرب، برافو لهذا البطل المغربي. برافو سفيان، برافو للمغرب، برافو لهذا البطل. سفيان البقالي يفوز بالمركز الأول، هو الرقم، هو الأفضل عالميا. قلت بأن هناك أرقام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق العاب وأهلا وسهلا بكم. اليوم بحول الله موعد مع التاريخ مع البطل العالمي سفيان البقالي في مسافة 3000 متر موانع. ومع اقتراب السباق سوف تجدون الرابط المباشر في صندوق الوصف وكذلك مثبت في التعاليق. السباق على الساعة 1 بعد الزوال بتوقيت المغرب والجزائر وتونس. سفيان الأمل الوحيد للمغرب في أولمبياد طوكيو. أتمنى التركيز العالي من سفيان البقالي. السباق سوف يكون حارق وكل المقومات للبطل العالمي من تجربة وخبرة في هذه المواعيد سوف تؤدي بنا إلى التتويج في هذه المسافة. وقبل الخروج الإعجاب بالفيديو حتى يصل إلى عدد ممكن من الإخوان والأخوات. شكرا لكم.